السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وصوم مقبول ان شاء الله. النهارده باذن الله يا شباب هنشوف ازاي تكتب كود اس كيو ال وتعمل تيبلز فيهم inputs values يعني، واوتبوت اللي هو الجدول اللي هيطلع لك في الحاجات اللي دخلت inputs، او المدخلات اللي انت دخلتها او الفاليوز اللي انت هتكون كاتبها. تمام. احنا دلوقتي عندنا طريقتين نكتب بيهم كود اس كيو ال. عندك بسم الله الرحمن الرحيم اول طريقه كومبايلر اونلاين. عدد من الديفلوبرز الصغير، يعني عدد صغير من الديفلوبرز بيستخدموه، بس انت المفروض كديفلوبر تستخدم الفي اس كود في الموضوع ده، وهي دي الطريقه الثانيه. وهعلمكم ازاي تشغلوا ماي اس كيو ال في الفي اس كود. وهنبتدي بالفي اس كود الاول. الرحمن الرحيم دلوقتي عشان تشغل كود اس كيو ال على الفي اس كود بتشغله ازاي؟ بتبتدي الاول انك تنزل برنامج اسمه اكس اي ام بي بي. تمام. بعد ما بتنزله وبتسطبه كتسطيب اي برنامج بيتسطب عادي، زي اي برنامج بيتسطب بتختار مكان التسطيب، الكلام ده كله عادي. تمام. والمفروض ان احنا اصلا بنستخدمه كمان في البي اتش بي، في برمجه الكود بتاع البي اتش بي. تمام. بعد ما سطبناه هيتفتح معاك بالمنظر ده. هتلاقي هنا كلمه ستارت، المفروض هتضغط على ستارت وستارت، هتشغل الاباتشي وهتشغل الماي اس كيو ال. سماح يظهر لك اي بيرميشنز عايز ياخدها، اديله البرميشنز بتاعته. تمام. وبندخل على الفي اس كود. اول حاجه هتعملها، الفي اس كود طبعا هيفتح لك على الصفحه الرئيسيه بتاعته اللي هي مش دي يعني. تمام. هتخش على الاكستنشنز، هتنزل اكستنشن اسمها database client جي دي بي سي. تمام. هي دي بس الاكستنشن الخاصه وفي كمان اهي ماي اس كيو ال دي كمان. تمام. وفي ماي اس كيو ال دي كمان، بس سيبك من دي لان دي اللي احنا هنشتغل عليها اصلا. تمام. نزلوا الاتنين برضه احتياطي. بس كده هتلاقي الايكون دي ظهرت لك، خش عليها. طبعا مش هيبقى ظاهر لك انت هنا، سواء لو انت عامل لوكال هوست قبل كده هتظهر لك، لو انت مش عامل لوكال هوست مش هتظهر لك. هتظهر لك هنا فاضيه كلمه كرييت كونكت. بتضغط على كرييت كونكت بتظهر معاك الصفحه دي. اوعى تلعب في اي بيانات من البيانات دي، اوعى تلعب في اي بيانات من البيانات دي. كل اللي انت ممكن تلعب فيه اللي هو النيم بتاع الكونكت نيم، تسميه زي ما تسميه. الافضل انك تسميه لوكال هوست، وبتعمل كونكت سكسس، بتعمل كونكت. تمام. تمام. نشيل دي بس عشان انا عامل واحده اصلا. كده زي الفل. بيظهر لك دي. بتبدا تعمل ايه بقى؟ تضغط على علامه الزائد اللي هي نيو داتابيز، وتمسح الكلام الكتير ده، وكده تكون فتحت، او يعني اللوكال هوست دي مستعده تستقبل منك كود اس كيو ال. بسم الله الرحمن الرحيم. الإضافة في سطرين كود كده إضافيين بتحطهم، الفرق ما بين الكومبايلر والفي اس كود. يعني لما تشتغل على كومبايلر السطرين اللي انا هحطهم دول دلوقتي ما لهمش اي لازمه في الكومبايلر، بتمسحهم. تمام. بتعمل ايه بقى؟ تكتب كده معايا كاريات داتابيز، واسم الداتابيز ايا يكن بقى، مثلا نسميها هنا بلا مثلا، اي حاجه. وهتنزل سطر كمان هتعمل يوز بلا. ايه اللي انا عملته ده بقى دلوقتي؟ اللي انا عملته دلوقتي اللي انا انشأت اول سطر عندك اهو، هو كريت داتابيز بلا. انشأت داتابيز اسمها بلا، ايا يكن بقى الاسم اللي انت هتحطه، اكزامبل اي حاجه. خلينا يا سيدي ولا تزعل نفسك، اكزامبل. تمام. وهتكتب هنا برضو اهو اكزامبل. زي الفل. زي الفل. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ السطرين دول اختصارهم كده ايه؟ اختصارهم ان انت بتنشئ قاعده بيانات، اهو كريت يعني انشاء داتابيز قاعده بيانات اسمها اكزامبل. تمام. اي اسم بقى انتوا اللي انتوا عايزينه.
بعد كده بتعمل يوز. يعني ايه يوز؟ يعني استعمل او ادخل. يعني انت هنا بتعرف ان بتعرف الكود ان السطور اللي جايه دي كلها هتتحط في الداتابيز اللي اسمها اكزامبل. تمام كده؟ ان شاء الله يكون فاهم السطرين دول. السطرين بسيط جدا اصلا، ما فيهمش اي حاجه صعبه. بتنزل كده سطرين كمان، بتبدا بقى تعمل ايه. انا هنا عندي اول اكزامبل هحطه لكم. تمام، وده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. المفروض هيبقى طالب منك، هو الاكزامبل اللي في المحاضره، طالب منك employee اي دي. ده بالنسبه لتيبل 1 اللي اسمها employees. تمام، طالب منك employee اي دي، وطالب منك كمان النيم. تمام، وطالب منك كمان الديبارتمنت. تمام، يبقى كده طالب منك ايه في الاكزامبل رقم واحد. طالب منك في التيبل رقم واحد، معلش، طالب منك اي دي الموظف، اسم الموظف، هو شغال فين او في اي قسم، سواء بقى قسم السيلز، قسم الماركتينج، اي قسم ثاني بقى، اي قسم في بالك. هتقولي طب دلوقتي انا فهمت النقطة دي، وفهمت النقطة اللي فوقيها اللي هو السطر واحد وسطر ثلاثة، وفهمت ان هو دلوقتي عايزني انشئ تيبل فيها اي دي ونيم وديبارتمنت، او اي دي ونيم والمكان اللي انت فيه، انت متخصص فيه. اعمل ازاي التيبل؟ التيبل هيتعمل كالتالي، بسيطة جدا. اصلا انت عايز تعمل تيبل، يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كريت تيبل، واسم التيبل اللي هو جايبه لك في الاكزامبل اللي هو عايزه، اللي هو اسمها ايه؟ employee. طبعا هنحطها جمع لان دي موظفين مش موظف واحد. تمام، وهتعمل قوسين، والقوسين دولت هم دولت اللي هيتكتب داخلهم الكود. وما تنساش الفاصلة المنقوطة اللي في آخر القوسين عشان ما يعملش معاك ايرور. عملت ايه دلوقتي؟ عملت ان انا عملت كريت تيبل. يعني ايه كريت تيبل؟ يعني ان انا اعمل تيبل، يعني جدول اسمه ايه او عنوانه ايه؟ employees، اللي هو الموظفين. تمام، تمام جدا. دلوقتي نعيد تاني كده الحته دي علشان نعمل تيبل. نكتب كريات تيبل واسم التيبل اللي هو عايزه في الاكزامبل عندنا. تمام، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا عايزين ايه؟ اول مطلوب عندك قال لك employee ID. employee ID، فاحنا هنكتب employee ID. خلصنا كده؟ لا، ما خلصناش. قول لي طب ايه تاني ناقصنا؟ انت لما بتكتب متطلبات، او مش متطلبات، معلش، inputs، او الحاجه اللي مطلوبه من اليوزر ان هو يدخلها، او الكلاينت او الامبلويي ايا كان، بتكتبها عن طريق شرطين اساسيين. دول شرطين اساسيين جدا: اسم المدخل او اسم الانبوت، ونوع الانبوت سواء انتجر، بوليان، فارتشر، ايا كان. تمام، فانت عندك هنا الامبلوي اي دي، ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن انتجر، بيبقى عباره عن رقم: واحد، اتنين، تلاتة، عشرة، ألف، مليون، أيا كان بقى الرقم إيه، على حسب عدد اليوزرز اللي عندك. تمام، خلصنا الشرطين الأساسيين. دلوقتي في شوية إضافات كده لازم تعملها على أي شرط أساسي. زي مثلا إن هو يكون مثلا أوتو انكريمنت مثلا. يعني إحنا هنا مثلا عندنا الإمبلوي أي دي، المفروض إيه اللي يحصل له؟ أنا اللي بزوده بنفسي أو أنا اللي بكتبه بنفسي، ولا الكمبيوتر بيقعد يزود في الأرقام وخلاص؟ الله ينور، كمبيوتر بيقعد يزود في الارقام مع نفسه. فبالتالي هيبقى اسمه ايه؟ اي حاجه بتتزود مع نفسها اسمها اوتو انكريمنت. اي ارقام بتتزود مع نفسها
اوتو انكريمنت عشان هو هيقعد يزود لك 1 2 3 4 5 6 والى اخره. تمام. تمام. ايه اللي ناقصنا تاني؟ ناقصنا ان احنا نقول له ان ده هو البريمري كي. هنكتبها ازاي؟ برضه هنكتبها عادي جدا اهي، برايمري كي والفاصله طبعا. بس كده، فيها اي مشاكل؟ الخطوه دي ما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. هعيد لكم تاني، السطرين الاولانيين دولت خلاص ما فيهمش نقاش، مش هشرحهم تاني. تمام. عندك من اول سطر 6 و7. سطر 6 هنا انا قلت لكم ايه؟ عايزين نعمل تيبل. فعملت ايه؟ بسيطه جدا، عايزين نعمل تيبل، هي باينه اصلا من اسمها. عايزين نعمل اللي هي ايه؟ كريات تيبل، اللي هي تيبل. تمام، يعني احنا هنا عملنا عايزين نعمل تيبل. تمام، عايزين نعمل اللي هي كريات تيبل، اللي هي تيبل. هتقول لي اسمها ايه؟ هقول لك امبلويز. فبالتالي انت بتكتب كريات تيبل بعد كده اسم التيبل. تمام. تمام. سطر 7 ده ايه؟ اول مطلوب منك في الاكزامبل. اول مطلوب منك في الاكزامبل، او اول تيبل يعني باختصار. اول مطلوب منك جوه الاكزامبل، جوه اول تيبل. يعني هو الاكزامبل بيجي يقول لك مثلا اعمل لي تيبل باسم امبلويز، وتيبل تاني باسم كار ريجن. ده بالنسبه للاكزامبل اصلا اللي احنا واخدينه في الكليه. تمام. فاحنا عندك اول اكزامبل بيقول لك التيبل اللي فيها امبلويز حط لي جواها امبلوي اي دي ونيم وديبارتمنت. فاحنا ابتدينا باول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، عملنا امبلوي اي دي. قلت لك نوعه ايه؟ قلت لي انتجر. قلت لك شرط اساسي في اي تيبل انك تعمل ايه؟ انك تكتب اسم الحاجه المطلوبه. تمام. بعد كده نوعها، سواء انتجر بوريان فارتشر فلوت ايا كان بقى نوعها ايه. تمام. بعد كده بقى الشروط اللي انت عايزها بقى. فاحنا حطينا هنا الشرط بتاعنا اللي هي اوتو انكريمنت، اللي احنا قلنا معناها ايه؟ معناها ان هي بتقعد تزيد في ارقام مع نفسها، 1 2 3 4 5 وهكذا. وحطينا ان هو ده برايمري كي. تمام. تمام. نبتدي في انه الشرط الثاني اللي هو قال لك طالب منك النيم. هنيجي نكتب نيم المطلوب عادي. انا قلت لك ايه الكتابه ازاي بتتعمل؟ اسم الحاجه المطلوبه، بعد كده ايه؟ نوعها. النيم بيبقى عباره عن ايه؟ حروف. معنى كده هسجله بايه؟ هسجله بفاريتشر. اي حروف او اي انتجر عباره عن اسم، اسم اول اسم تاني اسم تالت مهما كان، حتى الايميل بيتكتب برضه فارتشر. تمام. تفتح القوسين بتحدد له حد الحروف قد ايه. تمام. الحروف اللي هي 255 مثلا، باي ديفولت بتتحط 255. بعد كده قلت لكم ايه؟ يعني دلوقتي الشروط الثلاثه اللي انا قلتها. عندك اول حاجه بتكتب اسم الحاجه المطلوبه، هو احنا كتبنا النيم. تاني حاجه بتدخل الشرط بتاعها او نوعها يعني باختصار، دخلنا نوعها. تالت حاجه عباره عن ايه بقى؟ عندك تالت حاجه بيبقى الشرط اللي احنا قلنا عليه، اللي هو قلنا يعني اللي هو شرط اللي هتمشي عليه الكود، او الشرط اللي هيمشي عليه الكود. تمام. فالشرط اللي هيمشي عليه هنا الكود ايه؟ اللي هو يبقى نوت نل. يعني ايه كلمة نوت نل بقى؟ نوت نل دي يعني مثلا انت لو سبت الخانة بتاعت النيم فاضية، استحالة يعديك، لان ده شرط اساسي. نوت نل دي معناها ان هو شرط اساسي يتملى. شرط اساسي ايه؟ يتملى. كده خلصنا النيم، ان شاء الله يبقى مفهوم كده. هندخل على الايه اللي وراها؟ الديبارتمنت. الديبارتمنت اللي ما يعرفش معناها، معناها يعني ان هو يعني القسم بتاعك ايه. تمام. تمام. فاحنا هنكتب هنا، قلنا في البدايه بنكتب اسم الحاجه المطلوبه ديبارتمنت. تمام. بعد كده بنكتب نوعها. الديبارتمنت قلنا عباره عن ايه؟ الحاجه أو القسم اللي انت فيه. القسم اللي انت فيه ده بيبقى عباره عن ايه؟ مش حروف، يبقى بيتكتب ايه؟ بارتشر. وبرده خلي الليميت بتاعها 255.
وطبعا طبعا الشرط بتاعها نوت نال برضه. لازم عشان الموظف يدخل مثلا على الداتابيس دي او ي- يعني يدخل البيانات، لازم ان انا ابقى اكون عارف الموظف ده في قسم ايه. تمام. وكده نكون خلصنا اول تيبل، او اول نص تيبل. بصراحه دي نص تيبل مش تيبل بالكامل. تمام. تمام. هتقول لي طب طالما مش تيبل بالكامل ايه اللي ناقصها؟ هقول لك ناقصها البيانات. استحاله التيبل تكمل الا بالبيانات اللي انت هتدخلها فيها. لو انت جينا شغلنا الكود بالشكل ده، هتلاقي نفسك بكل بساطه الكود يا هيطلع لك جدول فاضي. انا ما جربتهاش بصراحه، ممكن تجربوها انتوا بقى مع نفسكم عشان الوقت. يا هيطلع لك جدول فاضي، يا هيطلع لك يا هيطلع لك ايرور اصلا مش هيرضى يشغل لك الكود. واظن ان هو هيطلع لك جدول فاضي. ده طبعا لو انت كتبت سيلكت وظبطت الكود في الاخر، يعني كتبت الكود الاخير اللي يطلع لك الجدول فاضي. مش مشكلتنا، خلينا نمشي دلوقتي خطوه خطوه. دلوقتي احنا كتبنا المتطلبات الاساسيه عشان تعدي كموظف. انت دلوقتي كموظف داخل على السيستم، لازم تكتب النيم بتاعك، ولازم تكتب الديبارتمنت. طبعا احنا قلنا الامبلوي اي دي ده اوتو انكريمنت، فبيزيد مع نفسه، الكمبيوتر هو اللي بيزوده، هو اللي بيحطه، مش انا اللي بحطه، مش انا اللي كيوزر بحطه. تمام. تمام. فعشان ندخل القيم بتاعتي هعمل ايه؟ ادخل القيم بتاعتي. هي باينه من اسمها ادخل. فبالتالي ايه؟ insert insert into. ادخل جوه اهو، ادخل جوه insert into، او احط جوه القيم. تمام. insert into ايه بقى؟ insert into الجدول اسمه ايه اللي انت هتحطه جوه القيم؟ employees. فانا هحط employees. خلصت على كده؟ اكيد ما خلصتش. هتدي مسافة وهتفتح القوسين. هتقول لي القوسين ده بتوع ايه؟ هقول لك القوسين دول اسامي الحاجات اللي انت هتدخلها. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتجيب النيم هنا كده كنترول سي، وتحطه هنا كنترول في. تحط مسافة، او معلش آه، فاصلة. ديبارتمنت تحطه برضو هنا كنترول سي اهو، كنترول في. بس كده. انت هنا بتحط الشروط. اول اقول لك ايه يا رب، انا عايز اشرحها بطريقه ابسط من كده. بتحط يعني الحاجات او الخانات اللي فاضيه اللي اليوزر هيدخلها، او هيدخل فيها البيانات بتاعته. تمام. تمام. خلصنا دي. دلوقتي برضه هتقول لي فين القيم اللي انا هدخلها؟ انا ما شفتش لغايه دلوقتي اي قيم دخلت معانا. فانا هقول لك عندك حق. دلوقتي عشان ادخل قيم، قيم اهي انا بقول قيم. فبعمل ايه؟ بكتب values. values معناها ايه؟ معناها قيم. بتفتح بقى القوسين بتوعك، وبتكتب القيم اللي انت عايزها والعدد اللي انت عايزه برضه. يعني انت ممكن اهو تنزل كده. تمام. يعني بس نزود الحته دي كده شويه. تمام. وتفتح القوسين برضه بتوعك، خد قيمه اهي، قيمه تانيه مثلا. تمام. خلينا ثلاثه مثلا. دلوقتي هتدخل الفاليوز بتاعتك. الفاليوز اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن انا كاتبها اهو هنا اهي. النيم والديبارتمنت بتاع كل موظف. تقول لي النيم والديبارتمنت دولت نوعهم ايه فوق؟ فارتشر. طالما نوعهم فارتشر يبقى لازم يتكتبوا ما بين سنجل كوتيشن. سنجل كوتيشن ده شرط اساسي، ده مش اختياري. هيطلع لك ايرور لو انت كتبته من غير سنجل كوتيشن الحروف. تمام. تمام. دلوقتي النيم مثلا وليكن احمد يا سيدي. تمام. خلينا اول حرف كابيتال. احمد مثلا. محمد مثلا. اسامه. تمام. ومثلا الديبارتمنت مثلا سيلز. وعندك مثلا دوت ماركتينج. ماركتينج. وعندك ده مثلا ايه تاني يا رب؟ مثلا آه
فريلانسر مثلا. فريلانسر. ما اعرفش كده صح ولا غلط، اعذروني لو انا كاتبها مش مظبوط يعني. وما تنسوش طبعا الفصلات اللي ما بين كل انبوتس وانبوت، والاخيره بتحط فاصله منقوطه. في اخر كل حاجه بتحط فاصله منقوطه من حسابك. كده لو جربنا نعمل رن، ايه اللي هيظهر؟ مش هيظهر لك حاجه. هتقول لي طب ليه؟ هقول لك في سطر معين المفروض انت بتكتبه بيظهر لك في الاوتبوت بتاعك، اللي هو هقوله لكم في الاخر مش دلوقتي طبعا، لان دلوقتي احنا داخلين على التيبل الثاني. تمام. خلصنا التيبل الاولاني كده، هقول لك اه خلاص كده التيبل الاولاني فينش. دخلت الفاليوز بتاعتك. تمام. عملت التيبل بتاعك بطريقه منظمه جدا، وهو الاوتو انكريمنت وهو البرايمري كي، وظبطت الدنيا بتاعتك تماما، وعملت الانبوتس بتاعتك اللي هي النيم والديبارتمنت، اهو النيم اهو ديبارتمنت اهو نيم اهو ديبارتمنت اهو نيم اهو ديبارتمنت، وكله تمام كده وزي الفل وزي القشطه. هنخش على الجدول التاني. عندك الجدول التاني مطلوب منك فيه ايه؟ الجدول التاني مطلوب منك فيه ال employee ID والكار موديل والليسنس بليت. تمام. تمام. خلينا كده نكتبهم. employee ID كار موديل. تمام. عندك هنا الكار موديل. تمام. وعندك الليسنس بليت. الليسنس بليت اللي ما يعرفش معنى الليسنس بليت، اللي هي يعني الرقم اللوحه بتاعت العربيه باختصار. بتاع دي هتبقى مسمى ايه؟ التيبل دي هيبقى تسميتها ايه بقى؟ تسميتها يبقى اسمها كار ريجستريشن. والاولى قلنا يبقى اسمها ايه؟ الاولى يبقى اسمها employees. تمام كده. تمام يا شباب لحد دلوقتي ان شاء الله يبقى تمام. ده بقى هيبقى امتحان ليكم كده بسيط. عايزكم تعملوا التيبل التانية لوحدكم، هي هيبقى فيها شوية تعديلات، بس اوريدي عايزكم تعملوها لوحدكم من غير ما تعملوا الرن للكود. اعملوها لوحدكم وارجعوا افتحوا الفيديو تاني اتاكدوا ان انتوا عملتوه صح ولا غلط. هي هيبقى لما نوصل زي ما بقول لكم هيبقى فيها تعديلات زياده، انتوا لسه ما خدتوهاش في الحاجات اللي انا شرحتها. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء هنبتدي بيه قلنا هنعمل تيبل. يعني ايه هنعمل تيبل؟ يعني عندك كريت تيبل. تيبل. قلنا اسم التيبل هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسم التيبل كار ريجستريشنز. تمام عشان احنا قلنا بتبقى جمع على طول. كنترول في، ونفتح القوسين بتوعنا، وما ننساش الفاصلة والنقطة اللي في الآخر. تمام كده لغاية هنا إن شاء الله يكون تمام ومعاكم زي الفل. هي نفس الكلام مكرر. قلنا نعمل تيبل كاريت تيبل واسم التيبل اللي هو مطلوب منك في السؤال أو في الإكزامبل. تمام. تمام. ندخل على المطلوب. قال لك employee ID. الفرق بقى ما بين ال1 to 1 وال1 to many هي في الجدول الثاني باختصار، او التيبل الثاني. التيبل الاولاني انت مش بتغير فيه اي حاجه على ما اظن مش بتغير فيه اي حاجه ما بين ال1 to 1 وال1 to many. هو كل التغيير ما بين ال1 to 1 وال1 to many سطر واحد بس في الجدول الثاني او التيبل الثاني. تمام. والسطر ده بيبقى هو السطر بيتضاف في الاخر باختصار. سطر بيتضاف في الاخر وبيتشال شويه حاجات من السطر الاولاني. يعني ايه؟ تمام. ركزوا معايا هنا يا شباب عشان دي طويله حبتين ثلاثه. احنا قلنا من البدايه نكتب كل مطلوب. المطلوب الاولاني ايه؟ employee ID.
employee ID، وقلنا القيمة بتاعتها ايه؟ الشروط بتاعتنا بقى القيمة بتاعتها integer. الشرط بتاعنا ايه بقى؟ اللي هي تبقى، والله حطيتها نوت نل ليه؟ حطيتها نوت نل ليه؟ علشان خاطر المرة دي انا اللي هدخل الانبوتس بنفسي. تمام، فبالتالي اليوزر هو اللي هيدخل الانبوت بتاعه، مش شبه الجدول اللي فوق بتاع الامبلويز. جدول الامبلويز عملتها اوتو انكريمنت اهي، اوتو انكريمنت عشان هتدخل القيمه لوحدها، ما دخلتهاش انا في الفاليو. ركزوا معايا في النقطه دي عشان هتلخبطكم شويه دي. تمام، بعد كده عملتها ايه؟ يونيك. قول لي يعني ايه يونيك او يونيك؟ يونيك معناها ان هو different، يعني مختلف او مفيش تشابه فيه يعني. ليه بقى انا حطيت الشرط دوت؟ علشان خاطر كل يوزر لما يدخل، يعني مثلا انا دخلت واحد، ما تجيش انت مثلا تدخل واحد زيي، ما ينفعش. لو دخلت واحد زيي هيوقفك، هيقول لك في حاجه مش مظبوطه في الخانه دي، لازم تدخل رقم غير الرقم اللي زميلك دخله او اللي انا دخلته. عشان كده عملناها يونيك. وبرده برايمري كي، برايمري كي. تمام، لانه هو البرايمري كي اصلا. تمام يا شباب لحد هنا تمام قوي. بنعمل ايه بعد كده؟ بنكتب ريفرنسز. تمام، ريفرنسز، وبعدين بتكتب ايه بقى؟ بتكتب اسم الديبل الاولانيه، وانا هشرح لك دلوقتي يعني ايه الكلام ده. تمام، تكتب اسم التيبل الاولانيه employees. تمام، تفتح القوسين بتوعك وبتكتب فيه البريمري كي اللي في الجدول الاولاني. تمام، اللي هو كان ايه هنا البريمري كي؟ اللي هو employee ID. كنترول سي، كنترول في. طبعا هتقول لي يعني ايه بقى الكلام اللي حصل ده؟ من اول ريفرنسز كده والواحد ضاع بقى وما بقاش فاهم اي حاجه. لا لا لا، الموضوع مش مستاهل ضاع ولا مستاهل اي حاجه. ركز كده معايا. السطر ده كده بيشاور، الفورين كي بيشاور على ال البرايمري كي. تمام، ان شاء الله يبقى الامور تمام كلها. كده خلصنا اول مطلوب اللي هو عندك الامبلوي اي دي. المطلوب التاني بقى اللي هو الكار موديل. طبعا ما ينفعش الكار موديل تكتبها بمسافات لان مش هيقبلها. عندك الكار اهو. تمام، عايز تكتبها باندرسكور براحتك. كار موديل. الكار موديل ده هيبقى عباره عن ايه؟ الكار موديل هيبقى كتابه، مثلا تويوتا، هيونداي، كامري، اي حاجه من دي. آه هنكتبها بايه بقى؟ فارتشر. ولنفرض مثلا برضو خليها 255، يلا خليه يكتب براحته. تمام، وطبعا طبعا لازم يتكتب عليه نوت نو، لان ما ينفعش الموظف يعدي الا لما يكتب نوع العربيه بتاعته ايه او العربيه اللي معاه ايه. تمام، تمام. قال لك دخلنا على المطلوب الثالث اللي هي الليسنس بليت. تمام، اللي هو رقم الرخصه او رقم اللوحه ايا كان. license plate. رقم الرخصه او رقم اللوحه بيبقى عباره عن ايه؟ حروف وارقام. مظبوط ولا مش مظبوط؟ معنى كده ان هي هتبقى ايه؟ قلنا اي حاجه حروف وارقام هتبقى فارتشر. فارتشر. تمام، 255. وطبعا طبعا برضو زي ما قلت لكم نوت. كده خلصنا؟ ما خلصناش. ليه؟ لان لسه ما دخلتش القيم بتاعتي. اه، هتدخل القيم ازاي قلنا؟ insert into، واسم التيبل اللي انت هتدخل جواها القيم. تمام،
بعد كده هتكتب الشروط الاساسيه اللي انت عايز تدخلها، او الحاجات اللي ما اتعملتش يعني اوتو انكريمنت. هو كلهم اصلا هنا لازم يدخلوا. كار موديل، كنترول سي، كنترول في، license plate، كنترول سي، كنترول في. بعد كده هنعمل values، نفس الكلام بالظبط اللي فوق بالظبط، وهيت شرح دلوقتي برضه بس ثواني. انت كده عندك 3 قيم هنا، عندك 2 منهم مارتشر، فبالتالي لازم يتكتبوا في سنجل كوتيشن. وهنا هنكتب رقم 1 دوت الامبلوي اي دي طبعا. هنا 1، هنا سنجل كوتيشن، هنعمل سنجل كوتيشن دوت المدخل التاني. تمام، برضه نحط الفواصل عشان ما ننساهاش. تمام، 3 ده يبقى 3. عدل دلوقتي لفوق، معرفش ليه كتبت 1. تمام كده، وهتعمل كده. تمام، دي عندك هنا يبقى رقم 2. انت هتقول لي معلش في نقطة برضو أنا نسيتها اقولها لكم. المتطلبات بتخش بالترتيب. يعني ايه؟ يعني انت هنا كتبت نيم، كتبت ديبارتمنت. لو جبت الديبارتمنت قبل النيم لازم تغير هنا برضو الاماكن. يعني الفاليوز بتخش بالترتيب اللي انت حاطه فوق في الشروط بتاعتك، هو النيم وديبارتمنت. تمام، والافضل انك تاخد نفس الترتيب اصلا اللي انت حاطه في التيبل فوق عشان مفيش حاجة تلخبط معاك يعني. عندك كار موديل، مثلا نكتب تويوتا. عندك هنا هوندا. عندك هنا مثلا كامري. ما اعرفش والله كامري نوع عربيه ولا لأ، انا ما بفهمش في العربيات قوي. بعدين عندك الليسنس بليت، هو رقم اللوحه، مثلا اي بي سي 1 2 3، دي اي اف 4 5 6، جي اتش اي مثلا 7 8 9. تمام كده، زي الفل. انا كده كتبت الفاليوز اللي انا عايز ادخلها في التيبل اللي اسمه كار ريجنز. تمام كده، تمام كده، فاضل سطرين حرفيا كود، وكده نكون خلصنا ونطلع الاوتبوت والدنيا. الحمد لله رب العالمين. تمام يا باشا. تمام يا شباب. تمام يا باشمهندسين. انا هعيد كده كده شرح من البدايه تاني، بس نكتب اخر سطرين وهعيد لكم شرح باذن الله الكود من البدايه. ده طبعا الكود بتاع ال1. ثواني انا على كابس لوك. عندك ال1 2 1. ده الكود بتاع ال1 تو 1، مش بتاع ال1 تو ميني، عشان ما تلخبطوش برضه. تمام. فانت عندك هنا اخر سطرين بقى اللي احنا قلنا عليهم. هتكتب لي سيلكت. يعني ايه سيلكت؟ سيلكت يعني انت بتقول له خد لي البيانات. تمام، او اختار لي البيانات. نجمه. النجمه دي بتعمل ايه؟ النجمه دي بتختار لك كل التيبلز اللي موجوده عندك في الكود بلا استثناء. تمام، وبتكتب from اسم التو تيبلز اللي عندك، هو الامبلويز فاصله، والكار ريجنز. وير، اشرح لكم يعني ايه السطر اللي هكتبه ده دلوقتي. دوت. السطرين دولت لازقين في كل ال
في النوعين، في ال 1 تو ماني وال 1 تو 1. نفس السطرين بالظبط، ما بتختلفش فيهم اي حاجه. هنا كار فيجن ويندوز في كار فيجنز دوت، برضه نفس الكلام employee اي دي. السطر دوت نفس بالظبط يعتبر السطر اللي احنا شرحناه فوق. في ايه بقى بالظبط؟ ان هو برضه يعني بيعرفك اكتر ان انت كده يعني بتربط الجدولين ببعض. يعني ايه بتربط الجدولين ببعض؟ يعني بتطلع الجدولين لازقين في بعض. تمام. بتربط هنا اهو employee اي دي اللي فوق اللي هو اوتو انكريمنت، اللي هو كده كده واحد واثنين وثلاثه زي ما احنا عاملينه هنا بالنسبه للثلاثه يوزرز اللي احنا حاطينهم. تمام، اللي هو احمد ومحمد واسامه، بالكار ريجن. تمام، برضو اللي هو الامبلوي اي دي اللي فيها. تمام كده. تمام كده. هنقول نبتدي الكود. هتضغط كليك يمين. تمام، وهتعمل run all SQL statement. you have a syntax error. ليه syntax error؟ ثواني كده اما نراجع. طبعا يا شباب، لو حصل معاكم اي حاجه زي كده انتوا لازم تفتحوا الماي اس كيو ال، تضغطوا على ادمن في الماي اس كيو ال، وتخشوا تمسحوا الداتابيز اللي اتعملت عشان تعملوا يعني تيست تاني. لازم تعملوا الحركه اللي انا بعملها دي. تخشوا على قاعده البيانات، بعد كده تختاروا القاعده اللي انتوا لسه عاملينها وتعملوا اسقاط او ديليت. تمام. دلوقتي هو بيقول لي في syntax error. فين السنتكس ايرور؟ اه، ممكن يكون ده. معقول. انا افتكرت ان انت في الاخر المفروض ما بتحطش اهو، انا ما حطيتهاش هنا، ما اعرفش انا حطيتها فوق. نجرب كده تاني. بسم الله. اهو اشتغلت وكله زي الفل. عندك امبلوي اي دي واحد واتنين وتلاتة، نيم احمد محمد اسامة، ديبارتمنت سيلز ماركتنج فريلانسر. تمام. امبلوي اي دي برضو نفس اللي احنا قررناه تحت، تويوتا هيونداي كامري هوندا كامري. وعندك هنا الليسنس بليت. تمام كده. نفس الاوتبوت اللي احنا كنا طالبينه بالظبط. ده بالنسبه لل1 تو 1 في الفي اس كود. تمام. ان شاء الله يكون لغايه دلوقتي الوضع معاكم تمام. نعيد الشرح على السريع كده يا شباب. السطرين الاولانيين دولت زي الفل اصلا، خلاص شرحتهم في البدايه ومش محتاجين شرح تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول عايزين نكريت تيبل. اهو عايزين نعمل تيبل. نعمل يعني كريت. تيبل يعني تيبل. بعد كده بتدخل اسم التيبل، بتفتح القوسين بتوعك، بتدخل جواها كل المتطلبات بتوعك اللي انت محتاجهم، المتطلبات بتاعتك. بعد ما بتخلص تفصل طبعا ما بين كل متطلب ومتطلب بالكوما، فاصله يعني. تمام. ب... الحاجات الاوتو انكريمنت بنحطها اوتو انكريمنت، وبريمري كي بنحطه بريمري كي زي ما انتم شايفين كده هنا. الامبلوي اي دي بريمري كي واوتو انكريمنت. والنيم فارتشر نوت نال، برضو الشرط بتاعنا ان هو نوت نال. ديبارتمنت برضو فارتشر نوت نال، قلنا بنحط الشرط بتاعنا. تمام. عايز احط القيم بتاعتي داخل التيبل. عايز احط اهو، احط insert into داخل، يعني into insert احط داخل into التيبل دي، او التيبل اللي اسمها كذا. وبنحط الحاجات اللي عايزه تتملى بتاعتنا، اللي هو النيم والديبارتمنت. بعد كده بتحط كلمه values عشان تدخل الفاليو بتاعتك بقى، او الفاليوز بتاعتك. بتدخل بقى الفاليوز بالترتيب. عندك هنا النيم ديبارتمنت، نيم ديبارتمنت ونيم ديبارتمنت. كده خلصنا من اول جدول زي الفل.
ندخل على الجدول التاني نفس الكلام برضو، قلنا نوت نل. هنا عملنا يونيك عشان عايزين ندخله بنفسنا، او يونيك، عشان ما يبقاش مكرر يعني من قبل كذا يوزر. عملنا برايمري كي برضو. تمام. بعد كده عملنا ريفرنسز امبلويي، الحته دي اللي انا قلت لكم فيها ان احنا بنشاور على القيمه، بنشاور على الفورين كي بيشاور على البرايمري كي. تمام. دخلنا على الكار موديل، عملناها فارتشر 255 دوت نل، والليسنس ابديت نفس الكلام برضو لان قلنا حروف وارقام. بعد كده insert into اسم، زي ما قلت لكم عايزين ندخل القيم بتاعتنا، ندخل insert في الجدول يعني into الجدول اللي اسمه كذا بقى. تمام. والشروط بتاعتنا اللي عايزه تخش. بعد كده الفاليوز بتاعتنا. بعد كده السطرين الاخرى دولت اللي هو select، يعني يعمل select للداتا كلها. تمام. من الجدولين اللي هما employees و car regions. بعد كده where يعني فين. الجدول ده طبعا الحته الاخيره دي زي ما قلت لكم ان هي بتربط الجدولين ببعض من ناحيه الامبلوي اي دي اهو، لان الامبلوي اي دي هي المكرره، فبالتالي هي بتربط الجدولين ببعض من ناحيه الامبلوي اي دي. ليه بقى؟ لان هنا عندك اهو رقم واحد امبلوي اي دي رقم واحد. عندك هنا الامبلوي اي دي قلنا اوتو انكريمنت، فهو في رقم واحد اول واحده تبقى واحد، وهنا برضو واحد، فهو بيربط لك واحد بواحد، اتنين باتنين، تلاته بتلاته. تمام كده. زي الفل كده يا شباب، نكون خلصنا ال 1 to 1 للريليشن شيب. انا هشتغل على نفس الجدول ده بالظبط، بنفس كل البيانات، بنفس كل حاجه. هغير فيه سطر، هشيله واحط مكانه سطر تاني، او هزود يعني على الجدول سطر تاني. هتشوفوا دلوقتي التغيير ايه اللي هيحصل بالظبط. تمام. بصوا بقى دلوقتي، انت هنا هتيجي هنا كده وهتخلي ديت ثواني كده عشان عايز اوصل لها، بس فين؟ عندك نوت نل كده كده تمام. هنشيل نوت نل وهنحط لها ايه؟ اوتو انكريمنت. اوتو انكريمنت. وهنشيل يونيك برضو، طالما اوتو انكريمنت اتحطت يبقى نوت نل تتشال ويونيك هتتشال. تمام. وطبعا الكلام اللي في الاخر ده كله هيتشال، هيتبقى معاك المنظر ده، نفس المنظر اللي في الاول بالظبط بالملي، مفيش اي اختلاف. عندك انت اوتو انكريمنت برايمري كي، انت اوتو انكريمنت برايمري كي. تمام. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ هنخلي كل البيانات زي ما هي وكل حاجة زي ما هي، مش هنغير أي شيء. هنزود بس سطر، السطر ده يعني، السطر ده هوريهولكوا دلوقتي أهو. هنسميها بس دي example 2 عشان ينفع يتعمل له run، لأن لو ما غيرتش الاسم هو أصلا موجود في الداتابيس فمش هينفع يتعمل له run. تمام. فأنت هتمسك كده هنا فين السطر الزيادة أهو، تاب. تمام. السطر ده هنزود فيه إيه؟ هنزود فيه إن الفورين كي هنا بقى هتكتبها صريحة أهو، الفورين كي. تمام. هيشاور على ايه بقى؟ على الكاستمر، مش الكاستمر معلش، الامبلوي اي دي. امبلوي اي دي. تمام. وهتيجي هنا برضو في الريفرنسز هتكتب اسم الجدول الاول employees. تمام. وهنكتب هنا نفس الكلام برضو employee اي دي. بس هو ده السطر الوحيد الاختلاف عن كل حاجة فوق، السطر الجميل ده. نعمل كده run. is incorrect format.
كانت كريت تيبل فورين كي غلط. بس وبكده يا شباب اتعمل له رن. الايرور كان فين بقى؟ الايرور اللي انا كنت معرف هنا الفورين كي بطريقه مش صح. كنت معرفه هنا، كنت كاتب بدل الامبلويز كنت كاتبها من غير حرف البي، فبالتالي ظهر معايا. بس كده وكده دوت كده ال 1 تو ماني. ده هو ال 1 تو ماني كده، وشغال واشتغل معاك اهوت، والدنيا زي الفل. واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة والبيانات اهي بتاعت كل واحد فيهم. بس كده ويبقى ده الوان تو ميني. ايه الاختلاف بقى ما بين الوان تو ميني؟ هو السطر انك بتعرف فيه الفورين كي، بس بتخلي الفورين كي يشاور على البرايمري كي، بس بطريقة يعني شوية، يعني بطريقة واضحة اكتر من الطريقة الاولانية. الطريقة الاولانية انت كنت بتعرفها في الامبلوي اي دي في اول سطر يعني. تمام. الطريقة التانية بتعرفها في سطر لوحدها. بس كده ال1 تو ميني وال1 تو 1. عايزين تعملوها بقى عن طريق الكومبايلر. تمام. طبعا دي هتتغير، بدل اس كيو ال سيرفر هتبقى ماي اس كيو ال. هتعمل كنترول ايه كنترول في، هتمسح الحاجات الزيادة دي كلها اللي هي السطرين اللي فوق دولت. عشان الكومنت، اول مرة اعرف ان الكومنت هو ده بقى الفرق ما بين الفي اس كود والاونلاين كومبايلر، ان الكومنت مش بيشتغل في الاونلاين كومبايلر. اهو كده اشتغل معاك زي الفل. ده بالنسبة لل 1 تو ميني. ال 1 تو 1 نعمل كنترول زد، اشتغل معاك زي الفل، مفيش اي مشاكل. بس خلاص كده نكون خلصنا، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها تحت بالكومنتات وان شاء الله هقرأ كل الاسئلة. والسلام عليكم.